الحواوشي السوري. بص جمال وحلاوة الحواوشي السوري معايا. جربت الحواوشي بالعيش السوري؟ يلا بينا نعمله مع بعض. هنجيب بصلايه نقطعها 4/4 وننزل بيهم في الكبه كمان واحده ونقفل عليها ونديها ضربه، وبعد نص ضربه هنجيب اي قرنين فلفل نفتح وننزل بيهم ونكمل ضرب. بس انا عشان بحب حراق فهضيف قرن فلفل كمان ونكمل ضرب. وقبل ما يتفرم على الاخر هنجيب قطايه معانا، لو كبيره بالشكل ده هناخد نصها، لو صغيره هناخدها كلها. نقطعها جزئين كده عشان تنزل في الكبه ونقفل ونضرب اخر ضربه. لما فتحنا بصوا اللي فوق هنا ما اتضربش فهننزل بيه نقلبه كده لتحت، عايزينه يكون مفروم على الاخر، ونقفل ونديها اخر ضربه. وكده كل حاجه اتضربت معايا والدنيا تمام. هنجيب نص كيلو لحمه مفرومه ننزل عليها بمعلقه صغيره ملح، معلقتين بصل بودر، معلقتين توم بودر، معلقتين بابريكا، معلقه كزبره ناشفه، معلقه فلفل اسمر، واخر حاجه وهو تاتش من عندي ريحان فريش او ريحان ناشف، اي حاجه هتديها طعم حلو. ننزل بثلاث 4 ورقات ونعجن ده كله في بعضه لغايه ما التوابل تختفي معانا خالص. شايفين التوابل؟ وبكده التوابل اختفت كلها ودخلت في اللحمه والدنيا تمام. اي مصفى عندنا هننزل بكل المكونات اللي احنا ضربناها في الكبه ونعصرها كويس جدا 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 من ميه. بعد ما صفيناهم كده بصوا نزلت ميه قد ايه. شايفين الميه دي تهري العيش وتخليه يبوظ معانا. بعد كده هنجيب اللحمه بتاعتنا وننزل عليها بالبصل بعد ما عصرناه من الميه ونخلط كل المكونات في بعض، نجيب من تحت لفوق كده، نخلي اللحمه تختفي في البصل والحاجه اللي احنا فرمناها. ودلوقتي بعد ما دخلنا كل المكونات في بعض وشايفين متعرفش تفرق اللحمه من البصل من الطماطم، كله دخل في بعض، هنغير الجلاوز ونيجي نبتدي نحط اللحمه في العيش زي الفل كده. بعد كده نجيب البلانش بتاعتنا ونجيب العيش السوري بتاعنا ونجيب كتله لحمه ننزل نحاول نخليها مربعه. كميه اللحمه تحطها في السندوتش حسب الرغبه ونبتدي نقفل. حبوا تقفلوا زي كده مربع تمام، حبوا تقفلوا قفله الكريب تمام، اللي انت حابه. ننزل باللحم كده في الرول، ننزل عليها بشويه جبنه موتزاريلا، عندك رومي شغال، تركي شغال، ونبتدي نلف بالشكل ده كده. تعالوا بقى نعمل واحد قفله الكريب، ننزل فيه باللحمه، شكل العيش حسب ما انت حابب. نجيب الجنب ده الجنب ده، واي طاسه عندنا هننزل ببخيتين 3 زيت، وبعد ما رشينا الزيت هنبتدي نفرشه كده في الصينيه بتاعتنا. ودلوقتي سخن معانا هنبتدي ننزل بالحواوشي بتاعنا. وممكن لو ما عندكش جريل تسوي فيه تجيب اي صينيه عندك تديه برده رشه زيت من تحت، نفرش الزيت كويس جدا، ننزل بالحواوشي الكريب بتاعنا، الحواوشي الكريب السوري، نديله رشه زيت برده من فوق وندخله الفرن. يبقى كده احنا حطينا في الفرن يستوي، حطينا على الجريل يستوي، هنستنى يستوي واوريه لكم. ودلوقتي اول حاجه طلعت معانا من على النار الرولات. صوت جمال، عايز اوريكم الجبنه والشده. هوبا، وبكده الرولات معانا جهزت، وشايفين الحلاوه والجمال والجبنه عامله ازاي. هستنى باقي الاشكال تطلع ونشوف كله مع بعض. ودلوقتي كل الحواوشي السوري بتاعنا استوى. تعالوا سمعوا كده، اسمعوا كده معايا، سمع المزيكا، سمع الطرب، سمع. والنهارده عملنا الحواوشي الرول المتغرق جبنه، وعملنا كمان حواوشي كريب، وعملنا كمان حواوشي المربعات. وبكده دي اسهل طريقه للحواوشي السوري. لو عجبكم وصفه النهارده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وفولو البيج ومنشن لاصحابكم اللي هتجربوا معاهم الاكله دي.